هو ايه معنى ان فرح يتقلب لحزن وقبلها بفترة يكون في واحدة اتنبأت بان ده هيحصل في الفرح؟ من كام يوم سمعنا عن فرح حزين، فرح اتقلب لحزن بعد ما الناس كلها كانت فرحانة، عريس وعروسة داخلين يتجوزوا واهلهم فرحانين بيهم وكل المعازيم فرحانة، ودخلوا القاعة وكانوا بيرقصوا والدنيا كلها كويسة والفرح ماشي زي الفل. فجأة يحصل حاجة غريبة تقلب كل الفرح ده لحالات حزن رهيبة دايما لحد دلوقتي. الفرح بعد ما كان كويس والناس كلها في منتهى الفرحة وزيه زي أي فرح، كان فيه فاير ووركس، الألعاب النارية اللي كل الناس دلوقتي تقريبا بتجيبها في الأفراح. وفي لحظة من اللحظات اللي كان فيها ألعاب نارية طالعة من تحت لفوق، الناس وهي بترقص اتفاجئت إنه سقف القاعة اللي هم قاعدين فيها بدأ يمسك النار فيه، وبدأت تنتشر النار في السقف. في نفس الوقت انتشرت في كل الستائر اللي موجودة في القاعة نفسها، انتشرت بشكل سريع جدا وغير متوقع نهائي. حتى الناس نفسهم اللي جوه الفرح ما كانوش واخدين بالهم. العريس والعروسة لما شافوا المنظر فكروه في الأول إنه حاجة من ضمن الفاير ووركس، لكن للحظات عقلهم انتبه إنه مفيش حاجة هتوصل للدرجة دي، وكل المعازيم كانت بصة للموضوع إن هو عادي. وفجأة اتفاجئوا بإن المنظر ما بقاش عادي، بقى فيه نار منتشرة في المكان بطريقة غريبة، بقى فيه نار بتقع من سقف القاعة اللي هم واقفين فيها. وأكيد دي مش فاير ووركس ومش مجرد ألعاب نارية، ده في حاجة غلط. بدأوا ينتبهوا المعازيم، وفجأة القاعة كلها اتقلبت صريخ واتقلبت جري ومحدش فاهم حاجة، وفي ناس شايفة نار لكن مش فاهمة ايه اللي بيحصل. وبدأت الناس تجري بشكل عشوائي، لكن للأسف ناس كتير جدا راحوا ضحية الموقف ده. أكتر من 400 مصاب، في 114 واحد فرقوا الحياة بسبب حاجة غريبة ومحدش عارف ايه السبب فيها. بعد شوية أنقذوا بعض الناس وبدأوا ناس يخرجوا على المستشفيات، والعريس والعروسة لسه عايشين، لكن للأسف كان يوم جوازهم يوم نكد على ناس كتير وعليهم هم شخصيا. اتحولت حياتهم من يوم فرح ليوم حزن، وأهلهم فرقوهم في يوم فرحهم. القاعة دي قاعة الهيثم في الحمدانية في الموصل في العراق. الناس كلها على السوشيال ميديا اتكلمت عنها في خلال الفترة اللي فاتت، كله كان بيتكلم عن القاعة وعن الفرح اللي اتقلب لحزن بسبب النار اللي فجأة مسكت فيه. بعد ما بدأوا يدوروا على الموضوع عرفوا ان القاعة نفسها ما فيهاش اجراءات سلامة خالص، وما فيهاش جهاز انذار ولا اجهزة اطفاء ضد التعرض لاي حاجة زي كده. منافذ الخروج فيها قليلة جدا وما فيهاش منافذ طوارئ. بس الغريب في الموضوع مش ان حاجة زي كده حصلت فجأة والفرح اتحول لحزن، الأغرب في الموضوع إن كان في واحدة بتتنبأ الفترة اللي فاتت اسمها ليلى عبد اللطيف. ليلى عبد اللطيف طلعت اتكلمت في أكتر من قناة، ومن ضمن التنبؤات بتاعتها عن 2023 اللي قالت إنها هيحصل في آخرها شوية مشاكل كبيرة لكل الناس اللي عايشة على كوكب الأرض. من ضمن توقعاتها إنه في فرح هيجيله أخبار وحشة في وسط الفرح وهيتقلب لحزن. المشكلة إن الست دي اتنبأت بحاجات كتير ومعظمها حاجات بتحصل، على عكس ما في بعض الناس زي ما في دكاترة اتكلمت في الموضوع وقالت انه حتى الناس اللي بتتنبأ من فترة هي بتتنبأ وبتطرح بعض المواضيع وبتقول احتمال يحصل كذا او كذا او كذا، وحاجة منهم بتحصل. ما ينفعش انه في حد يقول الحاجة الفلانية هتحصل وفعلا تحصل. الموضوع الفترة اللي فاتت كان بيزيد كتير عن توقعات ناس كتير جدا، زي ما مثلا العالم الهولندي فرانك كان بيتنبأ عن بعض الاحداث اللي بتحصل في كوكب الارض في اماكن مختلفة، وفي ناس تانية طلعت اتكلمت في احداث هتحصل بشكل غريب عن الناس كلها والناس كانت بتستناها. في منهم اللي كان بيحصل وفي منهم اللي ما كانش بيحصل. وكان في عرافة عجوزة دي كانت مشهورة بانها بتتنبأ ببعض الاحداث اللي بتحصل، والناس كانت بتسألها ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية. لكن ليلى عبد اللطيف اتنبأت بالحاجة اللي هتحصل بتفاصيلها، وقالت انه هيجي خبر محزن في فرح هيحول الفرح ده لحزن كبير جدا. وفعلا حالة الناس اللي جوه الفرح اتقلبت تماما بعد الفرح. ناس كتير عملت معاهم لقاءات تلفزيونية، لكن للأسف العريس والعروسة هم اكتر ناس متأثرة، لانهم فرحهم وتحول لنكد على الناس كلها، وفقدوا اهلهم اللي كانوا جايين يجاملوهم في الفرح، كانوا جايين يفرحوا لهم. واحساسهم بان هم في فرحهم حصل ده خلاهم مش عارفين يتكلموا مع السوشيال ميديا ولا يتكلموا مع اي لقاءات تلفزيونية الفترة اللي فاتت. وربنا يكون في عونهم، والله يرحم كل الناس اللي كانوا من اهليهم وكانوا جوه الفرح، وربنا يشفي كل المصابين
المصريين اللي اتصابوا. بس الفكرة ليه الناس بدأت تزيد في توقعاتها ويطلع لنا ناس كل شوية تقول أصله في حاجة هتحصل في اليوم الفلاني أو في المكان الفلاني أو الحاجة دي هتحصل أيا كان؟ الناس دي بتعرف منين؟ هل هي معاها أجندة معينة بتتكلم من خلالها على حاجات هتحصل فعلا، ولا هي معاها معلومات من حاجات غير طبيعية، يعني حاجات مش في الطبيعة بتاعتنا، وعندها قدرة إنها تعرف حاجات قبل ما تحصل؟ كلنا عارفين إن مفيش غير ربنا هو اللي بيعرف الغيب، يعني مفيش بشر ممكن يعرفوا الغيب إلا لو ربنا سمح لهم. لكن يا ترى في ناس ممكن تكون بتستخدم حاجات تانية علشان تعرف حاجات لسه ما حصلتش وتتنبأ بيها؟ أنا عادل مجدي، قولي لي رأيكم في الكومنتات في حاجة زي كده ممكن تكون إيه؟